إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة إذاعتنا وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا. شكرا للمتابعة. إذاعتنا تقدم التمثيلية الإذاعية نظرة وداع، تأليف محمد إسماعيل راغب. خلاص قررت يا طه رسالة الماجستير بتاعتك هتكون عن ايه؟ أيوة فكرت يا دكتورة بسمة، وقررت إن رسالتي هتكون عن شعور ما قبل النهاية. موضوع شيق جدا وجديد محدش فكر فيه قبل كده. أنا هنا قسم الفلسفة بكلية الآداب من سنين، وياما أشرفت على رسائل ماجستير ودكتوراه ومحدش تطرق للنقطة دي خالص. الحقيقة يا دكتورة الفكرة دي مسيطرة على تفكيري من وأنا صغير، من وقت ما شفت صاحبي شريف وهو بيغرق في البحر، وبعد ما أنقذوه وكانت فيه الروح فضل يبص لي دقايق وما نطقش، وللأسف مات. كنت دايما بفكر يا ترى كان إيه شعوره في اللحظات دي. شوف يا طه، علم الاجتماع هو الدراسة المنهجية للمجتمع البشري، يعني الأسرة والدين والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الاقتصادية ونظريات التغيير الاجتماعي والثقافي وغيره. وفكرتك دي هتكون فريدة وجديدة من نوعها. انت عارف، علشان تحدد عنوان رسالة الماجستير بتمر ب4 مراحل. الأولى مرحلة العمومية، وفيها هتحط عنوان عام غير مكتمل الهوية رسالتك. والتانية مرحلة أكثر تحديدا، وهي وضع محددات لموضوعك البحثي. والتالتة بلورة الموضوع البحثي بتاعك في مجال معين. والرابعة والأخيرة العنوان النهائي، وفي بتكون استقر الباحث على موضوع مكتمل الجوانب. أتمنى لك التوفيق، وأي حاجة محتاج لها كلمني فورا. أشكرك يا دكتورة، وأتمنى أكون عند حسن ظنك. هنبدأ إمتى؟ إن شاء الله بعد العيد مباشرة. كل سنة وانت طيب، وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك. وحضرتك طيبة وبخير وصحة وسعادة. جيت من شوية يا حاج. مالك واقف كده متنح يا دكتور؟ سرحان فيه؟ بفكر في شعور الخروف ده. بتفكر فيه يا اخوي؟ في شعور الخروف يا بابا. شعوره؟ يعني مشاعره واحاسيسه، ولا شعوره اللي هو فروته يعني؟ لا حقيقي يا حاج. يا ترى ايه شعور الخروف ده؟ وكلها ساعات ويندبح وتنتهي رحلته على كوكب الأرض. رحلة ايه وشعور ايه؟ انا عارف الفلسفة اللي انت دخلتها دي هتجننك في الاخر. شكلي كده يا حاج. عن إذنك أنا هدخل أنام شوية عشان ورايا مشوار بالليل مهم. مشوار ايه يا ابن ده؟ مشوار تبع الكلية ورسالة الماجستير. ما تشغلش بالك انت يا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين؟ أنا طه ابن جارتك فوزية الله يرحمها يا خالة أم رمزي. طه؟ معلش يا ابني، العتب على النظر. تعال اتفضل يا طه، تعال. طمنيني عليك يا أمي. بخير يا ابني، الحمد لله. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب. عمر ايه يا ابني اكتر من كده؟ انا عشت كتير وخلاص بقى، مستنية امر ربنا. ما تقوليش كده، ده انت لسه زي القمر، زي بنات ال20 بالظبط. جاتك ايه يا واد يا طه؟ طالع سكر زي امك فوزية. الله يرحمها، الله يرحمها. الله يرحمها. انا جايب لك لحمة العيد وقلت اجي اعيد عليكي. لحمة ايه؟ خلاص ما بقاش فيه اسنان للكلام ده، خلاص. انا ياما اكلت وشربت، شفنا زمان الخير كله والسمن البلدي
دلوقتي لقمة وحتة جبنة بيشبعوني. خد يا ابني، خد اللحمة دي، اديها للي محتاجها يا طه. ربنا يديك الصحة يا ام رمزي. طيب استاذن انا بقى. ابقى تعالى زورني يا طه. انا من بعد موت ابن رمزي ما بقاش حد يجي يزورني، حتى عياله اللي هنا احفادي نسيوني وفين لو حد فيهم جه هنا. طبعا يا خالتي، هتلاقيني بزورك كتير. عينيا ليكي. بعد اذنك. اتفضل يا ابني، اتفضل، مع السلامة. ايه يا دكتور طه، في جديد؟ دكتور؟ ربنا يسمع منك يا دكتورة بسمة. انت مجتهد وتستاهل، بس قولي عملت ايه في رسالتك؟ والله يا دكتور أنا ابتديت بالفعل، بس لسه ما حطيتش إيدي على نقطة أنطلق منها. أنا ابتديت أبحاثي على ست طيبة كانت جارتنا في بيتنا القديم زمان في شبرا، بجانب زياراتي لدار المسنين وقعدتي مع الناس الكبار اللي في أواخر عمرهم، وبدون ملاحظاتي على نظرتهم للحياة في سنهم ده. مش كفاية يا طه، بحثك كده هيفضل مفتقد لشيء مهم جدا. ممكن توضحي أكتر يا دكتورة؟ النماذج اللي قابلتها وقعدتها بيجمعهم نقطة مشتركة، وهي غالبا عدم التمسك بالحياة بسبب التقدم الكبير في العمر وشعورهم ان دي لحظات النهاية الطبيعية. بحثك علشان يكون مكتمل يا طه محتاج تتعامل مع حد عنده رغبة في الحياة، لكن الحياة ما عندهاش رغبة فيه، ومن خلال الشخص ده هتقدر تكون فكرة كاملة تنطلق من خلالها في رسالتك. شخص عنده رغبة في الحياة لكن الحياة ما عندهاش رغبة فيه، ده لغز ولا ايه يا دكتورة؟ فكر كويس وانت هتفهم قصدي. عن إذنك أنا ورايا محاضرة. شخص عنده رغبة في الحياة والحياة ما عندهاش رغبة فيه، هي تقصد ايه بالظبط؟ الله يرحمك يا ام رمزي، مت وحيدة وما كانش حد من أحفادك بيطمن عليكي. كانت الحياة بالنسبة لك بلا معنى، وكنت عايشة مستنية قضاء ربنا في أي وقت. أنا حاسس إني ما تقدمتش خطوة واحدة في الرسالة، ودايما في حلقة مفقودة مش قادر أفسرها. يعني إيه كلام دكتورة بسمة لما قالت حد عنده رغبة في الحياة بس الحياة ما عندهاش رغبة فيه؟ ياه، أما أنا غبي قوي، إزاي ما فهمتش قصد دكتورة بسمة من الأول؟ أنا طه الزيني، معيد في كلية الآداب قسم فلسفة، ومن جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وكنت محتاج مساعدة حضرتك يا دكتور. طبعا، اتفضل يا أستاذ طه، أقدر أساعدك إزاي وبخصوص إيه؟ أولا ده مبلغ بسيط مني تبرع للمستشفى. ثانيا أنا كنت محتاج أقعد مع المرضى شوية، أدردش معاهم وخفف عنهم وأطمنهم إنهم إن شاء الله هيخفوا ويبقوا بخير. يا ريت يا أستاذ، بس أقدر أعرف إيه السبب اللي خلاك تفكر في حاجة زي دي؟ مرض أمي ومعاناتها زمان وأنا كنت صغير، مش قادر أقدر حجم الألم اللي كانت بتحس بيه. محتاج أقعد مع المرضى وأتكلم معاهم وخفف عنهم على قد ما أقدر، وصدقني الموضوع ده هيفرق معايا قوي لو ساعدتني فيه. ده يبقى كتر خيرك، وشكرا على تبرعك وشعورك. اتفضل معايا ناخد جولة في المستشفى. أشكرك يا دكتور. ودي بنتنا مريم، ممكن الأستاذ يتكلم معاك شوية يا مريم؟ طبعا يا دكتور صادق، أهلا بيه. طيب هسيبكم واشوف باقي الحالات وهرجع لك تاني يا أستاذ، بعد إذنكم. عاملة إيه يا مريم؟ طمنيني على صحتك. تعبانة والله يا أستاذ، بس الحمد لله على أي حاجة. قوليلي يا طه من غير أستاذ، انت عندك كام سنة وجيتي هنا من امتى بالظبط؟ عندي 23 سنة، وأنا هنا من حوالي 7 شهور. كنت بتشتغلي ولا بتدرسي؟ كنت موظفة في وزارة الزراعة،
بابا جاب لي وظيفة بعد ما اتخرجت على طول، بس للأسف ما كملتش كام شهر واكتشفت إن عندي كانسر. إن شاء الله هتخفي وهتبقي أحسن من الأول. يا ريت يا طه، كان نفسي أعيش حياتي زي البنات اللي في سني، وأحب وأتحب وأتجوز وأخلف. بس حتى خطيبي اللي كان بيقول إنه بيحبني من أول شهر بعد ما عرف إن جالي كانسر فسخ الخطوبة وقال لي ما أقدرش أكمل حياتي معاكي. كان قصده ما أقدرش أكمل حياتي مع واحدة اتحكم عليها بالموت في أي لحظة. ما تقوليش كده أبدا يا مريم، هتكوني كويسة إن شاء الله، صدقيني. يا رب يا رب. ممكن أخد رقم تليفونك ونتواصل على الواتس؟ زي ما تحب، ولو إني ما بقيتش أقدر أمسك التليفون زي الأول. هايل يا طه، انت كده حطيت ايدك على اهم نقطة في رسالة الماجستير. دلوقتي بس فهمت قصد حضرتك يا دكتورة، بجملة محتاج تتعامل مع حد عنده رغبة في الحياة لكن الحياة ما عندهاش رغبة فيه، وحالة مريم ينطبق عليها الوصف ده حرفيا. بالظبط كده يا طه، انت في بحثك رجليك ودتك لكبار السن اللي منتظرين أجلهم، ودي برضو نقطة كويسة في رسالتك عن شعور لحظات ما قبل النهاية، لكنك كنت لازم كمان تدور في مناطق أخرى علشان يكتمل البحث. معاكي كل الحق يا دكتورة. ازيك يا مريم؟ طمنيني عليك. بخير يا طه، كويسة. أنا حاسس إنك بقيتي أحسن من الأول الحمد لله. بحاول أعمل نفسي كويسة رغم إن الألم موجود. ممكن أجي أزورك بعد بكرة؟ يا ريت، أنا بفرح قوي لما بشوفك. وأنا كمان على فكرة. طيب معلش هقفل دلوقتي عشان ميعاد جرعة الكيماوي، ولو الدكتور صادق شافني ماسكة الموبايل هيزعل قوي. ماشي يا مريومة، مع السلامة يا عسل. الله يسلمك يا طه. لديها رغبة جامحة في استعادة حيويتها ونشاطها، وتحاول أن تعيش مثل قريناتها حالة حب المراهقة التي لم تتمكن غالبا من تجربته. يبدو لها دكتور صادق مثل الأب القادم فجأة، وتخاف أن يعرف أنها تتحدث مع شاب غريب لا تعرفه. تستحضر حكايات عاشتها من كانوا في مثل عمرها، لكنها لن تتمكن من الشعور بنفس اللذة. رغبتها للحياة كبيرة رغم علمها بأن المرض تمكن منها، وربما باتت ساعاتها على قيد الحياة معدودة. إذا ما قارنا بينها وبين سلوك الخالة الراحلة أم رمزي فسنجد تباين كبير في الإقبال على الحياة، رغم أن كلتيهما تعرفان أن ساعات بقائهما معدودة على قيد الحياة، لكن كل واحدة منهن تنظر للحياة نظرة مختلفة. ولكني ما زلت أشعر أن هناك حلقة مفقودة لم أتمكن بعد من وضع يدي عليها رغم كل ذلك. بتقول ايه يا ابني؟ انت فكرت كويس في القرار ده؟ أيوة يا حاج، فكرت وقررت، أنا هخطب مريم. يا ابني مريم مريضة، لا هي حمل خطوبة ولا جواز. أنا مستغرب من قرارك الغريب ده. من حق مريم إنها تفرح زيها زي غيرها، ومرضها مش هيمنعها إنها تعيش حياتها زي أي بنت في سنها. انت بتقول ايه؟ مريم ربنا يشفيها، وانا زعلان عليها وبدعي لها زي ما تكون بنت بالضبط، لكن عمرها ما هتعيش زي اي بنت ابدا في سنها، وانت يا طه عارف كده كويس. انت عودتني من وانا صغير اخد قراراتي بنفسي واتحمل نتائجها، مش كده يا حاج؟ ايوه يا ابني، لكن مفيش لكن ولا حاجة يا ابو طه.
سيبني أنفذ رغبتي وأنا متحمل نتائجها كلها. لله الأمر من قبل ومن بعد. أنا مبسوطة قوي إنك فسحتني النهاردة يا حبيبي. ده أنا اللي مبسوط إن القمر سمح لي أخرج معاه. يعني أنت بتحبني حقيقي يا طه؟ طبعا يا قلبي بحبك، برغم إنك عارف كويس حالتي والسرطان اللي انتشر في جسمي كله. هتخف يا مريم إن شاء الله، بس قول يا رب. يا رب خف. نفسي ألبس الفستان الأبيض ونتجوز ونلف العالم كله وخلف لك بنات وولاد. هيحصل إن شاء الله، بس قول يا رب. يا رب. مضت شهور قليلة منذ خطبتي لمريم. وصلني تماما شعور فتاة تتشبث بالحياة، رغم أن ما تبقى لها في تلك الحياة قليل جدا. لكني للأسف ما زلت أشعر أن هناك حلقة مفقودة يجب أن أصل إليها حتى تكتمل رسالتي، ولكن ما هي لا أعرف بالتحديد. طه، سرحان في ايه؟ لا أبدا يا دكتورة، ما فيش حاجة. أنا محتاجة أتكلم معاك شوية في موضوع شخصي. طبعا طبعا يا دكتورة بسمة، اتفضلي تحت أمرك. بخصوص مريم. مريم؟ أيوة، مريم يا طه. مالها مريم يا دكتورة؟ خطوبتك لمريم يا طه. مش فاهم. لو كانت خطوبتك لمريم في بينها وبين رسالة الماجستير بتاعتك أي علاقة، يبقى اسمح لي أقولك إنك بترتكب خطأ جسيم. خطأ جسيم؟ الباحث لو دخل الأمور الشخصية في البحث العلمي ورسالته العلمية، يبقى كده بمثابة اللي بيرتكب جريمة أخلاقية. احنا في سعينا للعلم والوصول لنظريات نفيد بيها المجتمعات والبشرية، ما ينفعش أبدا ندوس على مشاعر حد ولا نستخدمه لأغراض أخرى. لو كانت خطوبتك من مريم علشان تكمل أبحاثك، اسمح لي إني أعترض بشدة على تفكيرك ده. لكن أنا بحاول أوصل للحقيقة يا دكتورة. مش على حساب مشاعر بنت مريضة زي مريم. أنا حاسس إني تعبان أوي، تعبان نفسيا وجسمانيا، وللأسف بعد ده كله حاسس برضو إني مشتت. ما بقتش عارف شعوري ناحية مريم شعور باحث تجاه حالة بيدرسها وبيخدعها، ولا شعور شاب حب فعلا بنت كان واخدها سلمة لغرض تاني. أنا تعبان أوي يا دكتورة، تعبان. طه خير يا دكتورة بسمة، طمنيني، الدكتور قال ايه؟ والله يا حاج، الدكتور شاكك إن في حاجة في القولون، وبعد الأشعة والتحاليل هيطمنا بأمر الله. يا ما قلت له روح اكشف يا طه وما كانش بيسمع كلامي. بس أنا عمري ما شفته بيشتكي خالص. كان الوجع ده بيجيله كل مدة كبيرة، وهو ما بيحبش يبين تعبه قدام حد، بس تاني كنت ابص في وشه اعرف انه تعبان. ربنا يطمنك ويطمنا عليه. يا رب يا رب. وحشتني قوي يا طه. انتي اللي وحشاني قوي يا حبيبتي. غبت عني كتير المرة دي، وكمان ما بتردش على رسائل الواتس. سامحيني، ظروف بس كده حصلت في البيت. خير يعني؟ ما تقلقيش، كله خير الحمد لله. طه، أنا بحبك قوي على فكرة. وأنا كمان بحبك والله، وعايزك تسامحيني. أسامحك على إيه يا حبيبي؟ قصدي يعني تسامحيني إن اتأخرت عنك المرة دي. عمري ما أزعل منك أبدا. معلش يا أستاذ طه، ممكن تنتظر برا شوية؟ حاضر يا دكتور، عن إذنك يا مريم. مريومة، جاهزة لجلسة الكيماوي؟ مش عايزة خلاص يا دكتور. مش عايزة إيه؟ أنا حاسة إني خلاص هموت. بعد الشر عنك، ما تقوليش كده. خلاص ما بقتش عايزة حاجة. الحاجة اللي كنت متمسكة بالحياة عشانها راحت. أنا عرفت كل حاجة. عرفت رسالة الماجستير بتاعت طه عن إيه. ما كانش حب،
ولا حتى شفقة يا دكتور. ماتت مريم بعد أن عرفت أن المرض الذي طالما عاشت تتألم منه قد أصابني. كل ما يؤلمني حقا أنها ماتت وهي تظن بأني خدعتها وتلاعبت بمشاعري. مريم قرأت تعليقات الزملاء في منشور الدعاء لي بالشفاء عبر الفيسبوك، وعرفت من خلال التعليقات رسالة الماجستير عماذا تتحدث. لا أنكر أنني فعلت ذلك في البداية، ولكن صدقيني يا مريم، لقد أحببتك. نعم أحببتك. أتدرين أكبر دليل على أني أحببتك؟ أنني أصبت بنفس مرضك، دخلت نفس المكان الذي عشت فيه تعانين مرارة الوحدة والألم. قررت لجنة مناقشة رسالة الماجستير المنعقدة اليوم 15 أكتوبر الخاصة بالطالب طه إبراهيم الزيني، المعيد السابق بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبإجماع الآراء منحه درجة الماجستير في الفلسفة مع مرتبة الشرف رغم وفاته. وإذ نحن ننعيه وفي نفس الوقت نمنحه درجة الماجستير، دعوني أقرأ آخر كلمات كتبها طه قبل رحيله موجهها لحبيبته مريم. عزيزتي مريم، ربما بحثت كثيرا عن حلقة مفقودة خلال رحلتي مع اللحظات الأخيرة. قابلت الكثيرين، سمعت قصصا، ووصلني شعور أصحابها، ما بين رغبة وتمسك في الحياة، وما بين رسالة انتهت وانتظر أصحابها لقاء ربهم. لكن الحلقة اكتملت عندما طالني المرض، وشعرت وقتها فيما يفكر من اقتربت ساعات رحيله. شعرت أن الحياة قصيرة. لحظات الحب التي شعرت بها اتجاه أمي وأبي وأصحابي مرت أمام عيني. اشتقت لرؤية ربي ودعوت الله أن يغفر لي ذنوبي. عشت في نفس المكان الذي عشت فيه، تعانين مرارة الوحدة والألم. أرجو أن نتقابل في عالم آخر حيث لا يوجد ألم. قدمنا لكم التمثيلية الإذاعية نظرة وداع، بطولة أسامة الشهاوي في دور طه، هدى أحمد في دور مريم، رشا رفاعي في دور دكتورة بسمة، أحمد كمال في دور والد طه، منى البحيري في دور أم رمزي، محمد السيد في دور دكتور صادق. تترات عمر الصباغ، أفيش نور إسماعيل، تأليف ومونتاج صوتي محمد إسماعيل راغب، مونتاج فيديو وإخراج سارة محمد السيد، إنتاج إذاعتنا.